كم واحد بيكم ما يقدر يصلي وكل ما يقرر يروح للصلاة ويوقف على السجادة لو قلبه يوجعه، لو عنده ضيق من النفس، لو يريد ينفر من الصلاة بأي طريقة. خليك تكمل. طبعا هاي الحالة تصير عند الشباب والبنات وبل العديد من الناس، كل ما يبدون يصلون من جديد اكو شيء يمنعهم ويبعدهم نهائيا. وسبب هاي الحالة او هاي الظاهرة اللي تصير وين الناس هي سبب ثقل الذنوب على الانسان او العبد. يوم من الايام سأل شخص امير المؤمنين عليه السلام وقال لي: امير المؤمنين، كل ما اريد اصلي صلاة الليل ما اقدر اصليها، شنو السبب؟ فرد عليه المولى عليه السلام وقال له: يا مسكين، قد قيدتك ذنوبك. فاعلم يا اخي او يا اختي اللي جاي تشاهدني، فاعلم اذا ان اكو طريق صعب عليك رجوع الى الله تعالى او التوبة اليه، هو الذنوب نفسيتها. فنقي نفسك ونظف قلبك من الذنوب والمعاصي حتى تكون مستعد لطريق الله تعالى ويقبلك بكل سهولة. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو، وهسه اكتبوا لي بالتعليقات كم واحد بيكم ما يقدر يصلي لحد الان. وهسه اقدر اقول لكم حطوا لي لايك ومتابعة وكتبوا لي رايكم بالتعليقات.